متابعين قناة زش، مرحبا بكم في قصة اليوم قصة واحد البنت ابتسام كتقول قصتي إلا سمعوها بزاف د الناس غيتصدموا فيا، وانا عارفة كاين اللي غيدعي فيا، والصراحة نستاهل. نبدا القصة ديالي من الطفولة ديالي. كانت ماما وبابا تطلقوا من كان في عمري 3 سنين، وخلانا انا وماما وجوج خواتاتي اللي كانوا كبار عليا. والسبب اللي خلاهم يطلقوا هو انه بابا كان باغي الولد، وماما كانت كتولد غير البنات، تولدت لي 3 البنات. وكيف كتعرفوا قله الوعي ديال ديك الوقت ان المراه اللي كانت كتحدد جنس المولود. فاش طلقات ماما رجعت لعند باها، وبابا عاود تزوج وولد 7 البنات. سبحان الله، بحال ربي بغى يعاقبه. وكانت اصلا جده دعات فيه من قبل. فاش طلق ماما قالت لي سيره ولدي، بغيت حجرك يعمر غير بالبنات، ويعطيك ربي 8 البنات، وربي يعطيه 10 البنات ماشي غير 8. حنا بقينا عايشين في دار جدي وما كان خاصنا والو، الحمد لله عايشين بخير. ماما دخلت تخدم في فام ميناج في واحد السبيطار كبير، وبدات كتعرف الممرضين والممرضات اللي كاينين تما، ومدامجات معاهم وبغاوها حتى ولاو كيعلموها التمريض. ولات ماما كتعاونهم تما، ولات شبه ممرضه في السبيطار. كنت انا الصغيره في خواتاتي الداسره ومنفشه. ديك القضيه ديال اخر العنقود هي اللي كنت دايره ليهم في الدار. ما كنت كنسوق لحتى واحد، وإلا بغيت شي حاجه كيخص ماما تحضرها ليا. كنقول لها الا كانت في السما تنزل، والا كانت في الارض تطلع. نعس وقت ما بغيت، نفيق وقت ما بغيت، ما عنديش سوق في حتى واحد، وحتى واحد ما كيفرض عليا شي حاجه. وحتى من خواتاتي انا الصغيره فيهم، وانا كنت كنتحكم فيهم. في الشقه ديال الدار ما كنت كندير فيه والو، هما كيديروا كلشي وديما مضاربين معايا عليه، ولكن ما كيقدوش عليا حيت ما كنتسوقش ليهم. انا كنت كنمشي للمدرسه، كنقرا، كنجي، كناكل، كنعس. وحتى الا بغات ماما تضربنا، هما كياكلوا العصا وانا ما كنخليهاش تضربني. كنت كنهرب ليها وكنخليها تبقى تغوت، وكنقول لها بقاي تغوتي تما حتى الصباح. المهم كنا عايشين هكا. واحد النهار ماما تعرفت على واحد السيد ميسور الحال، عنده فيلا والطوموبيل ديالو، مهم ملاعق ديال بصح، وتزوجات به ودار ليها العرس. واخا كانوا كبار في العمر، ودار ليها العرس ودانا كاملين، ماما وانا وخواتاتي نعيشوا معاه في الفيلا. كان كيعاملنا مزيان، خصوصا اختي الوسطانيه حيت كانت ظريفه وعندها العقل علينا. وانا واختي الكبيره شويه شويه، خصوصا انا ما كانش عندي معاه بزاف وما كنتش متصره عليا. صراحه كنا عايشين معاه عيشه الرفاهيه، كل شيء كان موجود، الماكله، اللبس، الفلوس، السفريات، كل شيء كان كاين. ماما حملات، وكان راجل ماما ما كانش مسوق اصلا ولا هامه في الاول ان ماما تحمل. علاش؟ حيت كان مزوج من قبل في واحد البلاد اخرى وعنده وليدات مع ديك المراه الاخرى. ماما حملات وولدات ولد، ولكن فاش ولدات ماما تبدل علينا بزاف، ولا كيتحاسب معانا على الماكله وعلى كل صغيره وكبيره، ولا يغوت علينا انا وخواتاتي باش نشقاو. ولكن انا عمرني درت بكلامه، كنت فاقساه ما كنسمعش ليه. ولا كيحرش ماما عليا، يقول لها بنتك قبيحه، ما مربياش، بنتك دارت، بنتك فعلت. وماما كتجي حتى هي تغوت عليا، وعلاش درتي وعلاش فعلتي. وانا كنوض كنتواجه مع فاس، كنخرج انا ما كنتش كنحشم. كنت كنقول لها ومالك ما حشمتيش، انت كتخليه يحرشك علينا وحنا راه بناتك. ويا ربي تسمح لي، وصلت بيا الدرجه وليت كنسبها وكنعايرها. وليت كنشد خويا الصغير اللي باقي بيبي، كنت كنشدو كنبقى نضرب فيه وهو عنده غير 5 شهور. كانوا كيديروا له الماء بالماء، داك الماء المعدني، وانا كنت بالسم اللي فيا كنمشي نخلط ليه الحليب بالماء ديال الطواليت. وصل بيا الحال حطيت ليه يدي على البراد باش حركته وهربت، وكان في عمره ديك الساعات غير عام. كبرنا شويه واختي الكبيره تزوجات، وشويه من وراها اختي الوسطانيه تخطبات، حيت ماما كانت كتضغط علينا باش نتزوجوا وتهنى من الضغط ديال راجلها. كان اللي كيجي يبغي يخطب فينا كتقبل به. تزوجوا خواتاتي وبقيت غير انا مع ماما وراجلها وخويا في الفيلا. وكيف قلت لكم من قبل، راسي قاصح وما كندير بكلام حتى واحد. وكان وقت ما كيقولها لي راسي كنمشي نبات
عند جارتنا ولا عند شي وحده في صحاباتي، وكنبقى ندور مع الدراري في الزناقي. ما كاينش اللي يدوي معايا، ما كنت كنخاف من حتى واحد، حتى من ماما كانت كتخاف مني تدوي معايا ولا شي حاجه، كانت كتخاف مني نواجهها. واحد النهار راجلها قال لها راه خاصنا نزوجوا ديك البنت والا راه غنوليو في شي فضيحه كبيره. قال لي غتزوجي وتخرجي من عندي. وماما كانت قابله بعينيها مغمضين. جمعتهم بزوج، ما خليت ما قلت فمي وما جاب. قلت لماما انتي ما فيكش حس الامومه وما تستاهليش تكوني ام. قلت لها انا بغيت ربي يعطيك شي مرض يعذبك ما تنوضيش منه. ماما وقفت مصدومه صافي وخرجت. من وراها جابوا داك العريس وتفاهموا معاه على كل شيء وبلا خباري، وما خداوش حتى راي ديالي واش انا قابله ولا لا. جا السيد شافني وانا ما حملت كاع نشوف فيه، هو عجبته حيت كنت زوينه وكنت عاطيه العين. بدات ماما وراجلها كيوجدوا لي العرس وانا ما على باليش بيهم، لا هما لا بالعرس لا بالعريس لا بحتى واحد. ما بقيت شفت اصلا داك العريس، لا شفتو لا دويت معاه من نهار جا شافني في الدار حتى نهار العرس. ما كان في وجهي حتى ردة فعل نهائيا، لا ضحكه لا غضبه لا حتى حاجه. مهم الغد ليه صبوحي وجات ماما وخوالاتي وما بغيتش كاع نخرج لهم. انا كنت ساكنه مع دار راجلي مع والديه، ولكن كانت دارهم كبيره وكنا فارقينها، يعني كانت عندي بارطما ديالي صغيره كنا عازلين. جات عندي ماما تتبكي وكتزوق فيا، خرجي لعند الناس ما تشوهينيش. قلت لها نوضي خرجي عليا انتي دابا شويه انا جايه. مهم داز داك النهار وتفرتكات الجوقه ودازوا الايام. وليت كنشوف في الراجل كيدخل ليا حتى 3 الصباح سكران، كيدخل كيطيح الكاو كينعس، وإلا دويت معاه كينوض ليا كيجبدها معايا حتى كنطيح في الارض. دازوا يامي هكاك. مشيت كيت ليه من دارهم، قالوا لي راه غتجبدي غير الصداع ودخلي لدارك وسدي عليك وما ديري في راسك والو. قلت لهم ما يمكنش، راه ولدكم كيجيني سكران ديما شارب. قالوا لي هذيك راه طبيعه في عائلتنا، واللي ما شربش راه ماشي راجل. شو على تفكير كيف داير. ما عرفت ما ندير، ما لقيت حتى حل. عيطت لماما وقلت لها كيف لقيتي حل وزوجتيني؟ لقاي لي حل وطلقيني منه. بدات تاني تتبكي عليا وتقول لي غير صبري وجلسي وكذا وكذا وكذا، حيت هي ما تبغينيش نعاود نرجع عندها وراجلها ما بقاش باغيني اصلا. المهم جلست ودوزت الوقت. واحد النهار راجل ماما ولاو كيجيو دوك النغصات في القلب ديالو، والوقت اللي كان غادي فيه السبيطار جاتو سكته قلبيه ومات. مشيت للدار باش نعزي ولقيتها فرصه باش ما نعاود نرجع لدار راجلي اصلا اللي كان عائق في طريقي راه مات. طلبت الطلاق وطلقني راجلي بكل سهوله، ما سولش علاش وما بغاش يعرف علاش اصلا طلقنا. وجلست عند ماما في الفيلا. هذيك الفيلا في سميت خويا، كان كتبها ليه باه قبل ما يموت باش ما يحقروهش خوتو الاخرين، وهو غير بوحدو كان في عمره غير 10 سنين. وماما كتب ليها طوموبيل ديالو باش ما يحيدها لها حتى واحد. دازوا الايام من بعد ما طلقت ولاو كيجيو فيا الخطاب وما كنتش كنقبلهم. الخطيب اللي كان كيجي ما كنتش كنقبله. قلبت على خدمه ووليت خدامه، وماما كانت ديما ضاغطه عليا باش نتزوج. كنت كنقول لها ديما نوض انا وياها الصداع، كنت كنقول لها تزوجي غير انتي اللي ما تقدريش تجلسي بلاش. بحالك راه كيمشيو يديروا العمره ماشي يلبسوا ويماكيو ويخرجوا، راه بحالك راه شادين تسبيحهم وجالسين فوق صلايتهم وكيعبدوا ربي. كنت ديما مضاده انا وياها. حتى واحد النهار ماما جاها نزيف كتير، مشات للسبيطار وشافت الطبيب ودارت الراديوات ولقاو عندها سرطان الرحم. دارت العمليه وحيدوا لها الرحم ديالها، ولكن ما براتش حيت المرض كان داع في الذات ديالها. بدا كيتزاد عليها الحال وكل مره غادا للسبيطار كتجلس فيه مده عاد كتخرج. وكانوا في ديك المده كانوا خواتاتي هما اللي كانوا كيديروا النوبه عليها باش يحضيوها، حيت فاش كانوا كيقولوا لي سيري باتي معاها كنقول لهم لا ما كنحملش السبيطارات وريحتهم. عمرني كنت طليت عليها ولا سولت عليها حتى دخلت للسبيطار الثاني، ولكن هاد المره طولات بزاف وجلسات 3 شهور. وانا كنت كنخسر الفلوس بزاف ديك الوقت وما بقى عندي والو، واضطريت نمشي عندها ونقول لها عطيني الفلوس، حيت هي اصلا كانوا كيجيو عندها الناس
يشوفوها ويزوروها ويدوروا معاها. مشيت وقلت لها عطيني فلوس وعطاتني شي حاجه قليله. قلت لها صافي هادشي اللي كاين. ضربتهم عليها وقلت لها الا حطيت رجليا مره اخرى عندك قطعيهم ليا. خرجت وكانت هذيك هي اخر مره غنشوف فيها ماما. خرجت وخليتها هكاك مسكينه كانت كتبكي بالحرقه ديال هضرتي. داز من وراها 15 يوم وماتت ماما. مشات غضبانه عليا واخر هضره سمعتها مني كانت بكاتها. وخويا كان داوه عمامو باش يربيوه، وانا مشيت تحولت للمدينه اللي فيها بابا وجلست عنده. وما كان كيقول لي والو لا هو لا مراته شي حاجه، ولكن كان قال لي خاصك تخدمي باش تصرفي على راسك. خرجت قلبت على خدمه ولقيتها في واحد الريستورون باش نسربي فيها، حتى تعرفت على صاحب داك الريستو وعجبني وبغيت نطيحو فيا، وكان كبار مني تقريبا بشي 25 عام. مهم بقيت حتى تقربت منه مزيان، وليت كندخل عنده البيرو ديالو والكلام الحلو وداكشي واش خاصك شي حاجه، وليت كنضحك معاه كناكل معاه. حتى انا اللي طلبت منه الزواج. في الاول رفض وقلت لي شوف اتبقى غير بيني وبينك، حيت صراحه كان كيعجبني بزاف وكنت كنبغيه، وهو كان متعلق بيا وكان مولفني. قال لي ولكن بشرط نتزوجوا عرفي غير بالفاتحه. انا قبلت وجدوا مع بابا وتعشينا غير بيناتنا. داز الوقت وشرا دار، قلت لي كتبها لي في سميتي وما بغاش، وشرا من وراها طوموبيل وكتبها لي في سميتي، ولكن الدار قال لي ها انت راك عايشه فيها وانت مراتي وعمرني نسمح فيك. حملت وطلبت منه باش نديروا العقد شرعي وهو ما بغاش. قال لي انا ما نقدرش، الا سمعت مراتي وولادي غتنوض الحرب وواحد فينا غيتخص. صرتها ودوزتها وولدت ولدي الاول. داز الوقت وحملت المره الثانيه وولدت بنيه. عندي جوج وليدات بلا نسب. كل مره كنقول ليه نديروا العقد غير على قبل الحاله المدنيه كيقول لي مستحيل، وهذا كان شرطي من الاول وانتي قبلتي به وحتى حد ما ضربك على يديك. قلت لي ايه انا اللي قبلت نتحمل عواقب مسؤوليتي. صافي عشت معاه ومع ولادي حتى دخل راجلي للحبس وحكموا عليه ب15 عام بتهمه تهريب الاموال. ما عرفت ما ندير، وفي عنقي جوج الولاد وما لقيتش غير عمته حيت هي اللي كانت عارفه بزواجنا. هزيتهم وديتهم ليها وخليتهم وهربت لمدينه اخرى. كنت مشيت عند واحد خيتي كنت تعرفت عليها غير في الفيسبوك، استقبلتني في دارها وكانت ساكنه معاها بنت خالتها، وبلا ما نقول لكم شنو كانوا كيديروا. بديت كنخدم معاهم ونمشي معاهم للبيران والكباريات وداك الشي كامل. كاع داك الشي اللي ما مزيانش تعلمت ليه، وليت باترونه رونتها، وليت من راجل لراجل حتى حملت جوج مرات وجهت، حتى تعرفت على واحد وطلب مني الزواج وعاود تاني عرفي. مع العلم راه مازال مزوجه براجلي الاول اللي في الحبس وما طلقنيش. تزوجت كرا ليا دار وعشت فيها انا وياه، وللاسف عاود حملت مره اخرى. هو فاش عرف بالحمل ديالي هرب وخلاني. ولدت بنت وعطيتها لواحد السيده، قلت لها خودي انا مسامحه لك فيها، وداتها وما عرفتش فين. دخلت خدمت في واحد البلاصه وكريت مع البنات. واحد النهار عيطت لي اختي الكبيره قالت لي ابتسام راه غنطلق وما عنديش فين نمشي. قلت لها اجي لعندي، ولكن بنتك خليها لباها. وداك الشيء اللي دارت، طلقات وجات لعندي ودخلتها للدائره ديالي السوداء، الحياه اللي كلها ذنوب في ذنوب. ولات بحالي، وحتى هي حملات ولكن جهضات وقدرات تسلك منها، حيت تعرف على واحد السيد وطلب منها الزواج وتزوجت به وولدت معاه وليد. وانا بقيت على حالتي. من وراها درت باج في التيك توك وكلها غير شطيح ولايفات، ما كاين غير الهدايا والفلوس داخله، والسواعده والخليجيين كيصيفطوا ليا. واحد النهار دخلوا علينا البوليس ولكن ما لقاونا دايرين والو، ولكن شدونا بتهمه اننا دايرين دار الدعاره
واخا ما كنا دايرين فيها والو، وتشديت فيها 3 سنين دوزتها وخرجت. حساب ليكم تبت، وعاد ما زدت في الفسق اللي كنت دايره، ودعاوي الشر اللي ديت من عند ماما الله يرحمها. ولادي اللي كنت قلت لكم عطيتهم لعمتهم راها كتقلب عليا حيت كبروا. ولدي ولات عنده 8 سنين وما كيقراش حيت ما عندوش الوراق، لا هو لا اختو. اما البنت اللي عطيت للمراه ما عندي عليها حتى خبر، ما عرفتهمش فين مشاو. انا مازال في البؤره السوداء وكنعيش نفس الحياه. كنطلب من اي واحد سمع لقصتي يدعي معايا ربي يتوب عليا ويهديني. اما هادشي اللي كنعيشو غير ذنوب ماما كنخلص فيهم في الدنيا قبل الاخره. القصه ديالنا هنا غتكون سالات. شنو العبره منها؟ نتسناكم تخليوها ليا في التعاليق. ما تنساوش تخلي معاك لايك للفيديو، واللي مازال ما تابوناش يدير ابوني للقناه باش يبقى يوصلك كل جديد. وصلوا على الحبيب.